السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير من الأعضاء كانوا طلبوا موضوع التأكيل اليدوي، فالنهاردة هنعمله تجربة عملي قدام الناس للتأكيل اليدوي. طبعا القفص اللي قدامكم ده فيه مجموعة فروق متفاوتة الأعمار، يعني مجموعة انسس الأهالي سابوهم ما أكلوهمش، ف حطيناهم مع بعض في القفص. زي ما انتم شايفين القفص النشاره موجوده في الارضيه، والطاجن ده الموضوع بتاع ان انا احط طاجن واحط مسقى الشوربه. انا حطيت معاهم عصفورين كبار بياكلوا لوحديهم، محطوطين عشان خاطر سببين. اول سبب العصفور اللي بياكل لوحده بيعلم العصفور التاني اللي ما بياكلش ان هو يلقط يبتدي ياكل لوحده. السبب التاني ان زي ما انتم شايفين العصفور الاصفر ده هو ريشه لسه ما كملش، بس بيحاول بعد ما اتعلم من ده ان هو ياكل ان هو يلقط. السبب التاني لو في عصفور جعان وانا فاتني ميعاد التاكيل اليدوي، ممكن العصفور اللي اتعلم يقشر وياكل لوحده الفرخ الاكبر منه سنا يقوم بدور الام البديله. هنجربه على فرخين كده تجربه سريعه. بسم الله الرحمن الرحيم. هي الموضوع تاكيل يدوي سرنجه عاديه، وده بلف بتاع عجله. بنحاول نخلي بلف العجله طويل شويه بحيث ان هو يبقى المسافه من المنقار لغايه الحوصله، يعني بحيث ان انا لما اجي اكل في الاتجاه المظبوط، لو لا قدر الله الاكل تقيل معايا وجيت ازق السرنجه، الحته بتاعت البلف دي لو دخلت هربت من السرنجه ودخلت، اعرف اشدها من بق الفرخ ما تخشش في زوره فتعمل له اختناق ويموت. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. توكل على الله. معروف ان مجرى الاكل للفرخ بيبقى في الجنب اليمين، بس طول العصفور وشه ليا هيبقى في الجنب الشمال. يعني مجرى الاكل والعصفور في الاتجاه بتاع وشي كده، مجرى الاكل في المنطقه دي، بس لما بلف الاتجاه التاني هيبقى مجرى الاكل في الاتجاه ده. فانا بحاول ادخل البلف بالراحه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض العصافير بتقبله وبعض العصافير بتزقه بلسانها. لو الخرطوم ماشي معاك الاتجاه الطبيعي ولقيت العصفور بيحرك لسانه كانه بيبلع، يبقى كده انت في مظبوط الاتجاه الحوصله. الصبع ده ممكن اجس بيه على منطقه الحوصله هنا اهو، لان لما حاجه ازق الاكل الحوصله هتكبر معايا، بحس بالاكل في الاتجاه المظبوط او لا. لو انا حطيت السرنجه او البلف بتاع التاكيل في الاتجاه الغلط، هبص الاقي الفرخ بيحاول يحرك راسه يمين وشمال، لان انا دخلت السرنجه بتاعت التاكيل في مجرى التنفس، فهيحاولوا يلفظوا يحاولوا ينطروا كده. الفرخ اهو الحوصله باينه اهي. ما بين تاكيل وتاكيل السرنجه بتخش في ميه سخنه بيود، عشان لو في اصابه ما تتنقلش من فرخ لفرخ. تمام. نجهز للفرخ التاني. الفرخ التاني اصغر سنا اهو، تقريبا نفس العمر التاني. بسم الله الرحمن الرحيم. من الجنب اليمين وهو وشه ليا للشمال اهو. تمام كده. من الجنب اليمين للشمال. الخرطوم وصل للاخر والعصفور مش متضايق اهو. انا شايل راسي من على العصفور بيحاول ياكل. يعني لو لفيت العصفور كده هيبقى من الشمال لليمين، بس هو وشه ليا من اليمين للشمال. الصبع اهو على الحوصله فاضيه زي ما حضراتكم شايفين. بحاول اخلي العصفور مش نايم قوي اهو كده، هو متقبل الاكل وبياكل. حركه اللسان لو الكاميرا تجيبه، حركه اللسان حركه بلع زي ما يكون امه بتاكله. تمام. طبعا انا زياده في الحرص وفي الاحتياط، انا مثبت الخرطوم ده في بوز السرنجه بنقطه لزق، عشان لو لا قدر الله حصل حاجه ما يضربش. وبرده هنعمل كده في العصفور الثالث والرابع والخامس. ده بالنسبه لموضوع الاصدقاء اللي كانوا طالبين موضوع التاكيل اليدوي تجربه عملي. يا رب اكون قدرت افيدكم، والى اللقاء ان شاء الله في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.